في الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامجنا الجديد دكتور رامي إسماعيل والمرضى. ودلوقتي بقينا نحاول نصور مع المرضى اللي بيتابعوا بقالهم سنين طويلة. احنا بنتابع بقالنا كام سنة؟ 6 سنين. 6 سنين. عشان بس في معلومة طلعت عايز أقولها لك دي يا رضا قدام الناس بقى. اتفضل. يقول لك إن اللي عنده ضيق في شرايين القلب نتيجة دهون دخلت جوه القلب أو جوه شرايين القلب، تمام. واديته بقى دواء وقلت بلاش قسطرة ولا دعامات، يا عم ده آخره شهر ولا شهرين وبعد كده هيتعب ويتنيل خالص ويرجع له الذبحة تاني. لا فلما شفت لقيت بقى. رضا بيقول لي قلت له اتكلم انت بقى. قلت له يعني ايه، احكي تجربتك انت. فاكر اول مره اتقابلنا زمان من 6 سنين فاتوا بالظبط. كان ايه شكوتك ساعتها؟ شكوتي كان بيجي لي ألم في صدري، يعني من أقل مجهود صغير وأقف غصب عني، ما أقدرش أكمل. مثلا يعني لا أنا بعمل حاجة أقف ما أعملهاش، لو أنا بطلع سلم ما أقدرش أي مجهود ولو حتى خفيف أو بسيط يعني. بس الحمد لله يعني بعد ما حضرتك فاكر ساعتها عملنا رسم قلب مجهود وجريت اسمع قلب فتره موجود قصيره وقالوا لي وقال عايز لك قسطرة ودعامة ممتاز. وقال لي انت. انا بصراحة شفت حتى شكل الدكتور اللي عمل لي الموضوع ده، اتخضيت، اترعبت. واول ما جيت جيت لحضرتك هنا من 6 سنين. شفتني كده بتقول لي بتقول لي موتك طبعا، موت. عايز قسطرة ودعامة. قلت له حصل بالظبط يا دكتور زي ما انت قلت. طبعا انا جيت على حضرتك على طول، والحمد لله بالعلاج برضه مع الوقت، وضغطت على نفسي. بعد قد ايه وقت حسيت ان العلاج فرق معاك شويه والازمه دي والوجع ده راح؟ تقريبا يا دكتور بعد يعني فاق وبسرعة، واستغربت كان حوالي اسبوعين 3 وشهرين بالظبط. موضوع الوجع الألم ده خلاص ما عادش بيجي لي نهائيا. تمام. يعني ممكن احس بايه مثلا، ألم في عروقي بسيط مش عارف ايه، لكن الألم اللي في صدري ده نهائيا ما عادش بيجي. تمام وبتعمل فعلي مجهود؟ خالص، بعمل كل حاجة، بعمل كل حاجة. انا بطلع بابني الخامس، انا ساكن في الخامس، والمفروض كنا نعمل اسانسير وما رضيتش اعمله. انا قلت هخليه بالنسبة لي يعني تيست. تيست ليه. اختبار. وفعلي يمكن من حوالي شهرين بالظبط، اه. يعني بقيت اشيل مع الناس. كنا مثلا كنت عامل مطبخ جديد، مجدد مطبخ اه. عندي، وشلت شيل بقى شكاير وحاجات يعني. يا دكتور لدرجة ان انا فرحت ان انا اطلع وانزل ورا بعض على طول السلم 3 4 مرات. وانت شايل ايه؟ وانا شايل حاجات كتير، حاجات تقيلة مش حاجات خفيفة. تمام. يعني انا قلت خلاص، انا الموضوع بالنسبة لي انتهى انت كأن نهائيا، مفيش يعني حاجه. اكن اقول مفيش لك حاجة اقول لك على فعلا. حاجه. والعلماء قال لك لو عملت رسم قلب مجهود لعيان وجري فتره قليله وجاله الم، وبعد فتره من العلاج عملت رسم قلب مجهود تاني وجري فتره اخيره، وده اللي بيحصل دلوقتي على فكره، وما جالوش الالم، عملنا له رسم قلب مجهود تاني وجري للاخر خالص ومفيش الم، لدرجه الدكتور نفسه اللي شافه اول مره ومش فاكره طبعا من 6 سنين قال له انت جاي ليه يا ابني؟ ما رسم قلب مجهود طلع كويس. هو ما انت جريت لاخر العجله جاي ليه؟ وفعلا انا ممكن يعني اضغط على نفسي لدرجه ان انا العب تمارين ضغط، العب تمارين بطن، ما بحسش باي حاجه تجري يعني. قد العجله دي 100 مره. لا ممكن اجري قد ولا العجله واعمل الهم. كل حاجه، لا مفيش الم ولا الحمد الهم. لله، الالم ولا الهم. خلاص. آه، يعني الحمد لله. وحتى قللنا كميه الدواء. انت ايه الدوايين اللي ماشيه؟ دوايين بس اللي ماشي عليهم؟ لا انا ماشي على كونكور غير. والادنكور والاسبرين احيانا او الاسبوسيد. تمام. احيانا لو حسيت ان انا مثلا ايدي بتنمل شويه، تمام. مش عارف ايه الكلام ده كله، فباخد اسبوسيد احتياطيا. اللي اتفق عليه العلماء في الحالات اللي فيها ضيق في الشرايين او ذبحه صدريه مستقره وجع في الصدر بيجي مع المجهود 5 ادويه. اول حاجه دواء يقلل ضربات القلب زي الكونكور اللي قاله استاذ رضا الباشمهندس رضا. تاني حاجه دواء يقلل تصلب الشرايين من عيله اسمها ايس انهبيتور. تالت حاجه اسبرين عشان ما يحصلش جلطات واوعى تهمل فيه. رابع حاجه دواء يوسع الشرايين من العائلات اللي بتقلل المجهود بتاع القلب او بتوسع الشرايين فتزود الدم اللي رايح لعضله القلب. وخامس حاجه دواء كوليسترول. وساعات كمان نحط معاهم دواء يمنع التجلط لو الازمه بتبقى زياده قوي. ومعاهم فيتامين مثلا، او لو في سكر طبعا دواء سكر دواء ضغط كده يعني. لو مشي على الادويه دي وبعد فتره بدا يقللهم، انا اكتشفت ان هو جاي له بعد 5 6 سنين وهو ما بياخدش الا دوايين منهم والتالت بالصدفه وبيطلع 70 دور وبيشيل مع الصناعيه اهملت بصراحه ومع ذلك بعض كويس. الادويه يعني، بس ما عدا الكونكور والادنكور اهملت والاسبرين الاسبوسيد. بشكل كبير. اهملته بس من كتر ما انا حسيت ان انا ان انت الحمد خلاص لله. بقيت سليم انا احيانا حتى عمت بنسى العلاج نفسه يعني يوم او يومين وارجع اخد. وظبطت اكلك بقى، مبقاش يدخن، مبقتش تاكل لا دهون. لا 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 ما طيب بدخلش ايه بقى دهون. الرساله نختم بيها بقى اللي تقولها الواحد لا لا عنده برضه. ذبحه والطلب منه قسطره بكره الصبح ومن غير حتى ما يبدا في العلاج اسبوعين 3؟ لا يعني لا يفكر مليون مرة في قبل ما يعمل ما هو كده كده انت هتاخد علاج، كده كده انت هتاخد علاج بعد الدعامة، بعد بعد القسط هتاخد علاج برضه. فايه المشكلة لما تجرب تاخد العلاج ولو لفترة بسيطة،
وتحس الفرق وتحس التغيير وتكمل على علاجك وتمشي عليه وتحس ان انت كويس. يعني لما تحس ان انت كويس هتعمل دعامه ليه؟ تمام. هتعمل ايه؟ ممكن تقعد بالعلاج ده 10 15 سنه وما تعملش مثلا حاجة. وما تعملش يعني حاجه. الموضوع مش مسكن بقى، الدواء ده لا لا بيسكن لا شهر لا لا وخلاص. والله لا والله لا علاج اهو، مش والله ابدا. مسكن. انا والله موضوع انا نسيت فعلا شكل الالم اللي كان بيجي في صدري ده ايه نهائيا من العلاج. بفضل ولا الله. قسطره ولا دعامه ولا عملت اي حاجه. بفضل الله. واللي فرحني اكتر بقى ان الدكتور نفسه اللي عمل له رسم قلب موجود وقال له قسطره من 5 6 سنين، لما عمله تاني قال له انت جاي لي ليه يا ابني؟ رسم طبيعي، انت ما فاكش اي حاجه، روح يا بابا. يمكن علاج المرضى اللي عندهم دهون في شرايين القلب او ضيق في شرايين القلب او عنده ذبحه صدريه او عنده مرض في القلب ومطلوب له قسطره، ينفع يتعالج بالدواء. هي دي الرساله. حلوه الحلقه دي، نزحها. انا زي يا سلام. ماشي يا دكتور. شرفت بيك يا باشمهندس رضا، في امان الله.